ازاي تستثمر في الساعات؟ ده سؤال مهم في ظل ارتفاع اسعارها وانتشار المزادات المخصوصه ليها. في الفيديو ده هقولك ازاي تستثمر في الساعات خطوه بخطوه. لازم تركز على ماركات مشهوره وبالذات الاصدارات المحدوده والنادره. في ماركات ساعات كتير فاخره واشهرهم الرولكس، بس لازم تبقى عارف ايه القوانين بتاع كل براند. يعني ساعه زي رولكس ليها قوانين خاصه بيها، زي انك ما تشتريش اكتر من 10 ساعات منهم، وكمان بيبقى في انواع موديلات ما ينفعش تشتريها الا لو كنت اتعاملت معاهم قبل كده واشتريت منها، وطول الوقت بيبقى في ويتنج ليست علشان تشتري منهم الساعه اللي نفسك فيها. ضروري تشتري الساعه معاها الفاتوره وشهاده الاصاله والصندوق. اوعى تشتري من الانترنت من غير ما تقابل البايع وتفحص الساعه. واذا كانت الساعه قديمه لازم تتاكد ان مفيش حاجه من اجزاء الساعه الداخليه متبدله بقطع مزيفه، ولازم تتحقق من السيريال نمبر وكمان رقم الطراز، وممكن تقيمها عند خبير ساعات متخصص. لو اتحققت كل الشروط وطلعت ساعه اصيله بجد احب اهنيك، كده انت دخلت استثمار مربح جدا، لان في ناس كتير مهووسه بالساعات لدرجة انهم ممكن يشتروها بأي سعر. بنسمع ارقام فلكية ممكن تدفع في ساعة اصلية قديمة، وممكن كمان تستثمر في موديلات جديدة. يعني لو اشتريت ساعة زي GMT ماستر بموديلاتها المختلفة اللي بتبتدي سعرها من $18,000 لحد $50,000، تقدر تباعها في السوق الموازي من $50 ل $100,000. وده لان في ناس مش عاوزة تستنى الويتنج ليست او مش منطبق عليها شروط الشركة، فمستعدة تدفع اي حاجة مقابل انها تاخد الساعة. بس خلي بالك، لو الشركة عرفت ان انت بتبيع ساعتهم في السوق الموازي هتحط في البلاك ليست عندهم ومش هتقدر تشتري منهم تاني. قولي في الكومنتس ايه اغلى ساعة انت اشتريتها.